أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناتنا اليوتيوب. أنا أحمد وأنا أريد. اليوم عنا موعد كتير مهم، وما بعرف إذا فيني أقولكم هو أهم موعد بحياتنا ولا مختلف ولا مميز، يعني هيك المشاعر كلها تفايت ببعضها وكتير متحمسين طبعا، بس ما رح طيب أريج احكي لنا شو الموعد؟ لا أحكي أنا؟ ما رح نحكي لكم هو هنا حتى تتحمسوا. خليني أحكي. لا وتابعوا الفيديو للأخير لحتى تشوفوا شو هي المفاجأة. يلا تعالوا معنا. تعالوا معنا. أريج حبيبي كيف الحماس؟ يلا عارف ما فينا بوصل ليش؟ عن جد احكي لنا يلا كيف الحماس؟ شو حاسة؟ شو الإحساس طيب؟ ما بعرف طابق غريب وهيك بنفس الوقت ما بعرف غريب، ما بعرف أوصف. يلا أريج حبيبي نحن وين رايحين؟ ما رح نقول سر ومفاجأة، بس شو إحنا كتير متحمسين وبنفس الوقت هيك مشاعر مظبوط. شو حاسس أنت؟ والله أنا حاسس عندي مشاعر كتير قوية وما بعرف كيف بدي أوصفها. كتير يعني كتير مخربطة وبنفس الوقت متحمس كتير. إن شاء الله يكون إن شاء الله يكون كله خير وكله تمام، وادعوا لنا وتابعوا معنا الفيديو الأخير لحتى تشوفوا شو هي المفاجأة اللي نحن حتى تشوفوا وين رايحين. تشوفوا وين رايحين. تمام؟ وترقب. شو ترقبوا. هلا بما إنه واقفين على الإشارة حابين نشوف أريج شو وضعه. أريج احكي لنا ليش متوترة؟ طيب ليش متوترة عن جد؟ ليش متوترة؟ لازم تكوني هلا مبسوطة أنت. مبسوطة، بس أنا بأي شيء يعني حتى لما أكون دارسة كتير منيح وعندي امتحان أي شيء موعد. لسه لو بتعرفوا إنه عندي فوبيا من دكتور الأسنان، يعني فوبيا، يعني من قبل ما أوصل، من قبل ما أدخل على العيادة بتبلش تشنجات والتلبك المعوي، وعن جد ما فيني آكل ولا شيء. ما بعرف إذا بتعرفوا إنكم هيك عن جد تقول شو الحل، يمكن شيء. اكتبوا لنا بالتعليقات إذا في حدا بيعاني من نفس الشيء اللي عم تعاني منه أريج ولقى حل، لأنه لحديت الآن ما بنلاقي حل. والله كتير صعبة، يعني أنا هلا ما بتحاكى عن جد، خلاص بس إنه هيك بدي ضل حالي وأتنفس بحاول هيك تعمل أنتي ستريس. لهيك هلا بقي إحنا عنا موعدنا 5 دقايق وأنا ما بعرف عندي هيك. أنا رايح بتعمي. عن جد لهيك ما بعرف يعني شلون بدي أوصف مشاعري، لأنه عندي كمية مشاعر كتير كبيرة. شي حماس، شي توتر. حسبك عملاك. لا يعني هلا أنا كتير مبسوط إني رايح على هذا الموعد. كنا عم نستناه عن جد، عم نعد الأيام لحتى يجي هذا اليوم. بس انتوا شو تتوقعوا يكون الموعد؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. وصلنا على موعدنا ونحن كثير متحمسين. يعني هلا واقفين بالايام نصور كثير، لهيك رح نحاول نصور كل لحظة بلحظة. وهلا نحن بنخبركم انه وصلنا بغرفة الانتظار وعم ننتظر المفاجأة. وصلنا للحظة اللي قبل الأخيرة. أكيد أنا بتوقع إنه هن عرفوا. يعني طيب ما بظن ممكن تكونوا حذفتوا لحد هلا نحن وين؟ أريج خليني أحكي لهم. ليش تقاطع؟ أغششهم. جميلة. لا بالعكس. طلع جناني عليك. هلا أنا مجنون. مشان يشاركوا معنا اللحظات الجميلة والمفاجأة الحلوة اللي احنا عم نستناها. وكل ما عم نقرب للغرفة أريج عم تتوتر أكثر. جننتني بصراحة. لا طلع جناني عليكم كلياتكم. خلاص روقينا على الوجه. نعم. الرعب لا مو الحماس، صار ألف الرعب. هي شوي مرعوبة شوي متحمسة، عندها مشاعر مخربطة، لهيك رح نتحملها اليوم.
وهلا بنحب نخبركم انه طلعنا عند عيادة الدكتورة والحمد لله كان كل شيء مثل ما بدنا. مبسوطين كثير كثير كثير. حبينا نشارك معكم هذا التغير المفاجئ اللي راح يصير بحياتنا. تخيلوا حنصير ماما وبابا. عن جد انا مو مصدق حالي. انا شو رح صير شعورك؟ بابا. انا رح صير بابا. راح تصير الحبايب يا حبيبي. انتوا مين؟ والله شعور كثير حلو بس بنفس الوقت غريب كثير غريب يعني. عن جد. يعني مصدق ومو مصدق هيك صاير الله معي. يطعم كل مشتهي يا رب. كمان اكيد هذا امين يا رب الشيء اكيد. كنا حابين نصور لكم هيك لقطات اكثر وشويه تفاصيل ثانيه، بس للاسف مشان الخصوصيه كان هذا الشيء ممنوع، فصورنا لكم بس هذا المقطع احترمنا الصغير. الخصوصيه وصورنا مقطع صغير. وهلا شو اجينا نعمل؟ جينا نعمل بعد ما طلعنا عيادة تحمسنا كثير بعد ما عرفنا الدكتورة الصور هيك حبينا نصورهم. شوفوا كيف حبينا نعمل صورة للذكرى وكتبنا تاريخ اليوم. يعني كل مرة رح نعمل هذا الشيء لأنه أنا حابة أعمل شيء رح أخبركم عنه وبجوز صور لكم في اليوتيوب وأنا عم بعمله كمان ليكو فكرة. مع أحلى هالصورة شايفين؟ يعني كثير حلوة، خصوصي لما شفت كان القلب هيك عم يعمل هيك هيك هيك, هيك. هلا اكتبوا لنا بالتعليقات شو بتتوقعوا، بنت صبي ولا بنوتة؟ أو صبي؟ عن جد هلا أنا لابس أزرق اليوم. أنا لبست تمام؟ زهري. أنا متفائل إن شاء الله. شو ما أجر رب العالمين الحمد لله على كل شيء، بس بتوقع يكون صبي وريش ما بعرف. بتوقع تكون بنت، لهيك لبست زهري أنا اليوم. بحب الطرفين تمام؟ عرفتوا؟ بس لهيك يعني شو ما انتوا- الله بعد. اكتبوا لنا بالتعليقات شو توقعاتكم وراح نشوف وإذا مين حبيتوا راح الفيديو يهزأ. وحابين نشارك معكم على طول هيك فيديوهات كمان اكتبوا لنا وبنحبكم كثير. هون بيكون خلص مشوارنا لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. وحبينا نصور معكم هذا الفلوق البسيط ونشارككم لحظة نحن كنا كثير نتمناها وكنا كثير مستنيين هاي اللحظة الحلوة. وانتم هيك عائلتنا الثانيه فقلنا بنشاركها معكم، ولا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب لحتى تكبر عائلتنا سوا وتشوفوا البيبي معنا وجهازاته وهي القصص كلياتها. بنحبونا ونحبكم. كثير لأنه نحن بنحبكم. يلا باي باي. باي. قلبي ما عم يتحمل الكيات. شو يا الله شو حلوين. أنا عارفة صراحة شو بدي آخذ بالضبط، بس لازم آخذ شيء صغير لأقدر أخبيه يعني وما يكون مبين أبدا إني آخذ هيك شيء معي. اليوم عشت معنا أنا هلا راح أجيب كيس تحمل. طبعا أحمد ما بيعرف صراحة، مشاعري كثير ملخبطة. لا لازم نشيل بأي طريقة ممكنة. يظل لازم نسرع من العريضة. يرجع غلط يبين صعب الفيلم فأحمد ما يكشفنا. أحلى من هذا كله اللي أنا كتير متحمست له إنه أحمد أبداً مو متوقع. تخيلوا لأي درجة. واليوم هي جلسة تصوير المسألة هيك. أنا هلأ نبلش جيب كم غرض لحتى شوف كيف بدي أحضر للمفاجأة أو كيف خبره بقلب جلسة تصوير. طبعاً أنا متفقة مع المصور إنه ياخد فيديو وصور بنفس الوقت لحتى نشوف الرياكشن كيف رح يكون، بما إنه أبداً ما أنا متوقع ورح خبره بطريقة كتير حلوة. كتير متحمسة ومشاعري ملخبطة بنفس الوقت. هلأ إجيت على محل هيك بيبيات لحتى أخذ شيء صغير يدل يعني على الحمل وهيك، ولا نشوف كيف اليوم رح يكون. بس عن جد هذا رح يكون أحلى يوم بحياتنا. احفظوا التاريخ 16/8/2024.